ليه كده؟ حرام عليك، كده عملت ليه كده في الرسمة بتاعتي؟ حابة بتعيط. بيسألني. لا والله. دلوقتي فقرتنا مع الفيلم التسجيلي احنا مصممين اللي فاز بجائزة الإبداع في مهرجان سوس الدولي للأفلام القصيرة بمدينة أغادير المغربية. مرحب بمخرج الفيلم وأبطال الفيلم أحمد توفيق. أهلا بيك يا أحمد. أهلا بيك يا مروة وأهلا بالقناة الثقافية، وكل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيب يا وجموع المسلمين في جميع الوطن العربي والعالم بخير وبصحة وسلام. غبت عننا شوية بس يعني جبناك تاني برضه. وحبيبة حلا، انت حلا احمد توفيق وحبيبه احمد توفيق. طيب تسمحوا لي اسال بابا الاول وبعدين نتكلم. احمد احكي لي بقى عن ايه بقى الموضوع. انا عايزه اعرف في البدايه بقى ايه قصه الفيلم وازاي جات لك واشمعنى يعني انت عملتها بالبنتين بس. هو الفيلم ايه فكرته؟ فكره الفيلم هي فكره يعني انا استوحيتها من وحي، يعني استلهمتها من وحي الطبيعه، من وحي هنا عادي واحنا قاعدين. شفت حبيبه وحلا. حبيبه كيوت وبتحب دايما. هي حبيبه اكبر من هي حبيبه اكبر من حلا. حبيبه بتحب الفن التشكيلي، بتحب ترسم، بتحب تساهم كده يعني
بابداعاتها باستمرار في الفن التشكيلي وفي بعض الغنى وككورال في كورال في اطفال الاوبرا. فنانه بتغني كمان. بتغني يعني هتغني لي حاجه. ودنها حلوه، هي ودنها حلوه، بتعرف تجيب اللحن كويس، انما لسه خامه الصوت لسه ما كملتش. نجرب. اوكي. وحلا. حلا فيها، هي حلا يعني مش عايز اقول بس كده انها هي اكثر وعيا واكثر درايه شويه. يعني هما في اختلاف ما بين الاثنين. هما بالظبط، هو الفيلم بيدور ما بين اختلاف طفلتين، اختين شقيقتين، بتحاول احداهما جذب الاخرى الى عالمها بمكر ودهاء، يعني بحالة كده من حالات المكر. ازاي اختي قاعده كده بترسم وانا هبقى قاعده في عالم الشقاوه بتاعتي، لا ازاي اجيبها بصيغه طفل، بصيغه طفوليه. فحبيبه بترفض، متمسكه بعالم الابداع وبترسم، منها بترسم وانها كانت من ضمن، وبترسم كمان حاجه بترسم لانها كانت موجوده في ثوره الربيع العربي، ثوره مصر العظيمه، فكنت دايما اخدها معايا في الثوره. كام سنه بقى حبيبه؟ كام سنه؟ وحلا كام سنه؟ لا انا 10 سنين. وانتي؟ لا انا 7 سنين وهتم 8. طب دول كانوا صغيرين قوي. صغيرين، بس دايما كانوا صغيرين ايام الثوره. بس انا بحب دايما اخليهم يشاركوا معايا في الثوره، ونقعد نتكلم دايما عن الثوره وعن احداث الثوره وعن مجريات الامور في الثوره. بعد كده حسيت ان حبيبه كانت يعني حبيبه هتبتدي ترسم تخش في سكه عالم الابداع بتاعها. حلا هتحاول انها زي ما قلنا كده بمكر، انها تحاول انها تستقطب حبيبه من عالمها الى عالم الشقاوه وعالم الطفوله. حبيبه هترفض، متمسكه بالعالم الخاص بيها. وبعدين حلا تحس انها حلا هتخش، يعني هتعمل برضو حركه كده انها تخلي حبيبه تطلع فوق لمامتها وتحاول انها تقطع او يعني تنهي العالم بتاعها بحيث انها تقدر تجذبها الى عالمها. هتكتشف حبيبه وتقعد تعيط، طبعا القصه وتقعد تعيط. انت حفظتهم؟ كتبت سيناريو وحفظته لهم؟ اصل الفكره كمان مش في حفظ السيناريو بس، لا التجسيد الشخصيه نفسها، الاداء بتاعهم، افكارهم. انت كمان قلت الشخصيات فيها نوع من الدهاء والمكر. ده صعب على طب اسمعك. طبعا هو بابا ما حفظناش احنا. هو عمل ايه بقى؟ احنا هو عرض علينا الفكره، احنا كنا بنفكر معاه كمان، يعني هو لوحده ما فكرش، احنا كنا بنفكر معاه وكده، فاحنا مش لازم نحفظ، احنا كنا الفكره في دماغنا. يعني اول بابا ما كتب السيناريو قلنا ماشي هنمشي السيناريو ده. هي حبيبه بتقصد انها شاركت معايا في. استنى يا احمد، في فنان عايزه تتكلم. يا احمد اتفضل. قولي. بابا الصراحه خدني كده يعني قال لي حلا عاجبك فكره اللي انت تبقي ممثله يعني الدور ده، الممثله دي. قلت له يا بابا يعني ماشي يا بابا اجرب الفكره. طب الفكره عجبتك؟ طلعت عجبتني. طيب انت بقى لما قعدتي كده بقى ما بصتيش كده لنفسك في المرايه وقعدتي كده تعملي بقى الحركات بتاعه الفيلم بقى وتمثلي قدام نفسك الاول وتشوفي هتعرفي تمثلي ولا لا؟ لا انا اصلا احنا لما بنقعد مع بعض بابا بيقول لي قولي كذا وبقوله. لا ما هو مش الفكره انك تقولي وبس، انت لازم كده تكشري كده وتعملي حركات كده. طب ما انا عندي، بس انا في المدرسه اصلا بكون ساعات بضحك وساعات بكشر. لا بس المدرسه حاجه والفيلم حاجه. انت دلوقتي رايحه تعملي دور معين. انت بقى مش تقعدي كده زي الناس الكبار كده تدرسي الشخصيه بقى هتمثليها ازاي وهتعمليها ازاي والاداء هيكون شكله ايه وتسمعي كلام المخرج بتاعك. انا اصلا عندي الشكل ده. انت عندك الشكل ده؟ ماشي قولي حاجه. الفيلم طبعا خد مننا شهور، بس احنا كنا قبليه. خد منكم ايه يا حبيبتي؟ شهور. لا انا مش مصدقه يا احمد والله. شفت الموضوع طلع كبير ازاي؟ طبعا البنات اجهدوا. قبليه كان في فيلم تاني، بس الفيلم ده يعني ما كناش متوقعين اللي هو هينجح ولا مش. هو فعلا يعني احنا شفناه كده، بابا طبعا بينتجوا على الكمبيوتر فلقى الفيلم فيه حاجات مش متظبطه فيه فهنعيده، فبابا قال نفكر في فكره تانية تكون احسن
يعني انتوا الاول عملت فيلم لا هو الاول ومنتجته نفس كده؟ هو نفس الفكره، هي آه. نفس الفكره بس. كانت في البدايه خالص، وبعدين اثقلناها ودخلنا فيها ثوره ودخلنا فيها جوانب اخرى بحيث انها تقدر الثوره نقدر. دي كانت فوتو مونتاج بقى افكارهم ولا كانت لا إيه؟ الثوره انا عملت مزج ما بين الجزء والكل. يعني مزج ما بين الجزء اللي هو ايه، مزج ما بين لعب الاطفال واهازيج الطفل، والكل هو ان يعني اهتمامنا احنا وجداننا بالثوره وجداننا بمصر ازاي وجداننا. دمجت ما بين الاثنين في الفيلم؟ يعني انت الفكره كانت بالنسبه لك انت تدمج احلام الاطفال دي ازاي وافكار الاطفال دي ازاي بفكر الثوره؟ ربط الطفل بعالم الثوره يعني هو ده اللي كانت البلوفايه او الصعوبه بتاعت الفيلم. ازاي اربط وده اللي انت الطفل جددته لما جيت تعيد الفيلم بالظبط كده. ليه بقى؟ ايه اللي ما عجبكش في اللي انت قدمته في الاول؟ ما كانش كانت الفكره الى حد ما كانتش لسه مكتمله او مختمره في بسيطة. دماغي. كانت فكره بسيطه، ما كانتش لسه مكتمله زي ما هي دلوقتي موجوده ومكتمله. اكتمالها بينا احنا، اكتمالها بالكل، اكتمالها بمصر، ولا اكتمالها تاثير الثوره على الاجيال دي؟ الاجيال دي كمان انا برضو كان بيهمني ان ازاي الاجيال دي بتشوف الثوره، بتشوفها ازاي. لازم الثوره تتشاف من وجهه نظرهم هم، يعني يشوفوا مصر دي لازم تتقدم، لازم يبقى في تقدم من مصر. هم بيشوفوها ازاي؟ هي دي اللي انا قصدته برضو من خلال الفيلم، الطفل ازاي يبص للثوره. طب انت وضحتها ازاي في الفيلم؟ يعني انا مش عارفه الفيلم هنقدر نشوفه بالكامل ولا لا. هو الفيلم بسيط، مدته 6 دقائق. لا استحسان كتير يعني، الحمد لله رب العالمين. ولكن يعني انا شايف ان ممكن لو شفتوا الفيلم هتقدر توصلي للفكره اللي انت بتبحثي عنها. طيب نتكلم بقى عن مشاركتك في مهرجان سوس الدولي للافلام القصيره وفوز الفيلم بجائزه الابداع. ايه بقى اشتركت في المهرجان ازاي؟ مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير كان دورته التاسعة. انا شفت الفورم بتاعه على السوشيال ميديا، فبعت لهم الفيلم على الفيمو، يعني على السوشيال ميديا. شافوا في هناك تقريبا، يعني هم في لجان بتعمل فرز الافلام الروايه القصيره والافلام التسجيلي والافلام الروايه القصيره والافلام التسجيلي. الفرز ده بينتج عنه مجموعه من الافلام دي بتخش مسابقه. يعني كان معايا 25 فيلم كمان، كلها افلام من بلجيكا ومن استراليا ومن العراق ومن الاردن ومن المغرب وهكذا يعني. والحمد لله من مصر كان فيلم واحد بس هو فيلمي. الجوائز الحمد لله رب العالمين استطعت بعد مشاهده الفيلم ومشاهده دقيقه من خلال لجنه التحكيم ان هم يقيموا الفيلم بصوره اكثر شفافيه ويدوه جائزه الابداع، والحمد لله يعني. طب كلمني بقى عن مهرجان سوس الدولي. مهرجان طبعا كبير وليه قيمته الفنيه. ما خفتش انك تشارك في مهرجان كبير زي ده بفيلم بطفلتين بفكره ممكن تكون الى حد ما يعني القائمين على المهرجان ما يستوعبوش ان فيلم بطفلتين او الفكره ممكن تكون بسيطه على المهرجان؟ فكره المشاركه في مهرجان كبير زي ده ما خفتش منها؟ لا مفيش خوف فيها، طالما انت بتعملي ابداعك وبتقدمي ابداعك. الابداع ما بيخوفش، بالعكس انت بتتباري مع مجموعه من الفنانين في اعمالهم، وكله بيشوف وجهه نظرك وبيشوف وجهه نظر الاخرين وبيقيم وجهه نظرك، لانها لجنه يعني انا شايف ان اللجنه كمان هناك كانت على مستوى عالي من الابداع ومن يعني هي لجنه على مستوى يعني متميز. فالحمد لله رب العالمين. انا دايما الابداع ما بيخوفنيش، يعني دايما ان انا اشارك باعمالي او اشارك بعملي في مهرجان. لا هو ده مش اول عمل ليا، انا كان ليا عده تجارب في مهرجانات اخرى، والحمد لله ممكن اكونش لن احظى بتلك الجائزه قبل كده، ولكن الحمد لله. البنتين وشهم حلو عليك. الحمد لله. طيب يعني انت دلوقتي فكره انك شاركت في مهرجان كبير وحصلت على جائزه في جائزه الابداع، هخليكي تتكلمي والله. ده كان شعور بالنسبه لك ايه؟ دايما الجوائز بتعمل حافز وخصوصا انت بتقول اول جائزه تحصل عليها في مهرجان. اول جائزه في ابداع يعني تقريبا هي الجائزه الكبرى، جائزه الابداع هي الجائزه الكبرى. فده بيخلي الواحد انه يبص مره تانية ويشوف بعمق بقى اكتر.
يعني يا ترى العمل القادم هيبقى شكله عامل ازاي. يعني انا ده قدمته الحمد لله، يعني كان في عناصر نجاح في الفيلم. يا ترى الفيلم القادم هيبقى عامل ازاي. يعني هل كان في شروط معينه في المشاركه للمشاركه في المهرجان؟ لا، ما كانش في شروط هل معينة. مثلا في افكار كانت مرفوضه، افكار مقبوله، كان في مده معينه، مثلا كان في شكل معين للفيلم هم مطلوب، ولا الفكره كانت مطروحه بشكل عام اللي عنده فيلم عايز يعرضه؟ دايما اي مهرجان اللي عنده فيلم، اللي عنده ابداع او بس عنده احيانا بعد قصة. المهرجان بتقترح افكار معينه وبترفض افكار معينه. ده صحيح. كانت الفكره في ده في سوس كانت عن السلام، يعني فكره في السلام وفي التعايش. فالحمد لله برضو الفيلم بيناقش قضيه التعايش ما بين المسلمين وبين المسيحيين، يعني ما بين الاطراف، يعني بين المسلمين والمسيحيين داخل وطن واحد وداخل مصر. طيب حلا كنت عايزه تقولي؟ انا كنت بقول يعني احنا كنا بندعي الفيلم اللي هو يكسب. وربنا الحمد لله يعني خلى الدعوة تتم بنجاح. طب احكي لي بقى، انت كنت في الفيلم بتتكلمي بتقولي ايه؟ انا في الاول كنت بقول، كلميني عن دورك بقى في الفيلم. انا في الاول كنت بقول ايه يا حبيبي اختي هتلعب معايا كوره، قالت لي، رحت هي رد عليها قالت لي لا يا حلا انا هرسم. قلت لها ايه؟ ترسمي ايه؟ ترسمي سبونج بوب. راحت رد عليها ده بابا اللي حفظكم الكلام ده؟ راحت قايله لي لا مش هرسم بوب، انا هرسم الثوره. قلت لها ثوره يعني ايه ثوره؟ قالت لي قلت لها ثوره يعني ايه ثوره؟ راحت لي ثوره يعني مصر جديده، يعني دنيا جديده. قلت لها دنيا جديده، خلينا انا بدنيتي سلام نروح العب كوره. بعد كده بقى لعبت الكوره. بقى قلت انت على طول كده يا حبيبي سايباني نفسي مره تلعب معايا. قلت حبيبه روحي كلمي ماما. قالت لي حاضر يا حلا. رحت جايه عند رسمتها اللي هي رسمها، رحت شايطاها برجلي. بعد كده حبيبه رجعت قالت ليه يا حلا عملت كده في الرسمه بتاعتي. بعد كده بقى تكملة خالي حبيبي هتقولها لك. طيب قولي لي انت بقى يا حبيبتي. بعد ما هي قعدت اعيط شويه وبعد انت كده لما بابا شرح لك الفكره كنت مستوعبه يعني ايه ثوره، يعني ايه دنيا جديده، يعني ايه مصر جديده؟ طبعا كنت مستوعبه. ليه؟ لان انا رحت قبل كده وشفت يعني ايه ثوره وشفت الثوره. فيعني فجبتها في دماغي وقلت ورجعت تاني افتكرت بقى لما انا رحت الثوره عملت ايه وشفت ايه. بس انت حضرتي الثوره فعلا؟ حضرتيها، بس كان عندك كام سنه؟ 5 سنين؟ لا كنت في تانية مش كان كبيره. عندك 5 سنين، دلوقتي عندك 10 سنين. طيب كان عندك 5 سنين كنت تنزلي مع بابا ميدان التحرير؟ طب كنتي بتشوفي ايه بقى؟ كنتي فاهمه يعني فاكره اللي انت شفتيه؟ مش فاكره قوي. مش فاكره، بس اكيد بابا طول ما هو معاكوا بيحكي لكم ايه اللي حصل مش فاكره علم مصر، مش فاكره الناس اللي كانوا موجودين، مش فاكره مطالب الثوره ايه. لا هو انا فاكره طبعا الثوره وفاكره اعلام مصر الكتيره اللي كانت الناس ماشي، وبابا اشترى لي علم موبايل زيهم وشفت بقى هناك ناس بتهتف وبتعلي صوتها يعني عشان يوصلوا صوتها. طبعا هي ثوره. بس انا عايزه اقول حاجه، اللي طالما احنا كسبنا جايزه يبقى كده بقينا ممثلين وخلاص. طبعا لسه في ناس تانية ولسه قدامنا طريق طويل قوي. اكيد طبعا. احمد، يعني بعد نجاح الفيلم وبعد حصولك على جايزه في مهرجان سوس الدولي، ايه العمل اللي جاي اللي بتفكر تقدمه؟ ايه الفكره اللي جايه لك؟ هي فكره اكتملت يعني خلاص يعني هتنفذ برضه بحلا وحبيبه؟ لا اختنا الصغيره واحنا هنحاول نمسكها وكده عشان هي يعني صغيره. برضه بالبنات يعني بابا كان هيعمل لحنين، فكر اللي هو هيعمل لها فيلم عشان هي كلامها حلو. انت كمان كلامك حلو. ما يعني بتعرف تتكلم حاجات بس بتنقص كلمه كلمتين كده، يعني مثلا ساعات يعني تلعب معاكي. ايه الفكره يعني؟
الحنينه عمرها 2 سنين. هي لسه يعني الفكره لن تختمر بعد يعني للنهايه، ولكن انا عايز ان انا ازاي البنت الطفله اللي عندها 2 سنين دي احاول ان انا اتعب معاها، واحاول ان انا اقدر اوصل لفكره معينه اخليهم هم كمان يشتركوا فيها. يعني ممكن تبقى فكره البحث مثلا، البحث عن المفقود. ازاي الطفل الصغير يعني هيقدر ان هو يعني انا مش عايز احرق الفيلم، وخليه بس كده لما اخلصه ان شاء الله على خير. واحنا هنحترم ده جدا، وبنقول لك الف مبروك مره تانية. مبروك يا بنات، وان شاء الله نشوفهم بقى ممثلات بقى كبار كده صاعدات ان شاء الله. بشكرك يا احمد. انا عايزه اقول لك حاجه. انا طبعا انا سعيده قوي ان انا معاكي النهارده. وانا كمان. طب وانا برضو واقول لكل الجمهور اللي بيتفرج علينا ايوه سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم طيبين يا رب، وسنه سعيده عليكم كلكم، وسنه سعيده على كل الامه العربيه والاسلاميه. مشاهدينا خلصت حلقتنا، كل سنه وكل الامه العربيه والاسلاميه بخير، وانتظرونا بكره في حلقه جديده من ليالي. تصبحوا على خير. نحن لا نستسلم